السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي أولى ثانوي، يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. الحمد لله خلصنا امتحانين في المراجعة في المحاضرة اللي فاتت. إن شاء الله مكملين في حل امتحانين تانيين من المراجعة. خلينا نسمع الآية الكريمة ونرجع نكمل تاني. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. خلينا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يصلح حالكم ويكرمكم ويسعدكم ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. طيب، الحمد لله بعد ما خلصنا حل 4 امتحانات، كل امتحانين في محاضرة. آخر محاضرة كان فيها الامتحان الثالث والرابع. إن شاء الله نكمل بقى النهاردة يا ولاد في الامتحان الخامس والسادس. برضو في البداية أتمنى تكون مراجع على كلمات الدرسين كويس، ما وراكش حاجة غير مراجعة كلمات الدرسين، ده أهم حاجة عشان خاطر تعرف تترجم معايا ونعرف الأفكار بتاعة الامتحان. طيب، خلينا نشوف كده في الامتحان الخامس القطعة الأولى، وهو عبارة عن إيميل. بيقول لي: هالو مونيكا، مرحبا مونيكا، في الجروسي أوس منصورة، يعني كثير من التحيات من المنصورة. Es ist eine Stadt، دي مدينة in Ägypten في مصر. und liegt يعني تقع، direkt مباشرة am Nil يعني بتقع مباشرة على النيل. mein Name ist ميرنا، اسمي ميرنا، 16 Jahre alt، عمر 16 سنة. und habe einen Bruder und eine Schwester، عندي أخ وأخت. mein Vater ist Deutsche Lehrer، والدي بيكون مدرس لغة ألمانية. und meine Mutter ist English Lehrerin، يعني مدرسة لغة إنجليزية. ich lerne gern Sprachen، يعني أنا بحب أتعلم اللغات. بتقول Deutsch finde ich sehr gut، يعني رأيي للألماني كويس جدا. ich mache einen Kurs، أنا هعمل كورس أو أنا بعمل كورس. im Kurs sind 8 Jungen und 9 Mädchen. في الكورس بيكون فيه 8 صبيان، 8 شباب، und 9 و9 بنات، Mädchen 9 Mädchen. wir können jetzt ein bisschen Deutsch sprechen. الفعل können ده هو معناه يستطيع. معناه ايه؟ يستطيع. هكتبه له في الجنب اهو، يستطيع. احنا بنقدر الآن اللي احنا نتكلم شوية قليل من اللغة الألمانية. aber wir lernen schnell، بنتعلم شنيل بسرعة، احنا بنتعلم بسرعة. دي دويتش ليررين، مدرسة الألماني. است زير جوت، بتكون كويسة جدا. زي هايست فراو ليلين، اسمها فراو ليلين. لي بجروسي، وبعدين ميرنا محمود. ميرنا محمود، إذا ميرنا محمود بعته لمونيكا التفاصيل بتاعة البلد وأبوها ومامتها وبتتعلم إيه والكلام ده كله. طيب، السؤال الأول كالآتي، بيقول لي في فيلي. طبعا حضرتك عارف أداة الاستفهام في فيلي يعني كم العدد. كم عدد يونجن الشباب und ميتشن البنات اللي بيكونوا في الكورس. يونجن شباب صبيان، وميتشن البنات. كم عدد الصبيان والبنات اللي في الكورس؟ إذا هنا هجمع بقى الاتنين. احنا لو غيرنا الخط عشان تاخد بالك، بيقول لي أخت أهو في السطر قبل الأخير 8 شباب و9 ميتشن و9 بنات، يبقى 8 و9 كام؟ 8 و9 في الحالة ديت هيكونوا الإجابة الصح عندك. يا ترى أخت ولا نوين ولا زيبتسين ولا زيبتسش؟ طبعا زيبتسش يعني 70، زيبتسين يعني 17، ونوين يعني 9، وأخت يعني 8. هو هنا عايز عدد الاتنين الشباب والبنات زي ما قلت لحضرتك. لو جمعت بقى 9 زائد 8 هيديك الإجابة 17، يبقى زيبتسين، يبقى عددهم كلك زيبتسين. السؤال الثاني، فاس أربايتت، ماذا تعمل فراو ليلين؟ ماذا تعمل؟ أربايتت الفعل هنا معناه يعمل. طيب، لو رجعت في السطر الأخير خالص
هي بتقول دي دويتش ليررين مدرسة اللغة الألمانية است زير جوت زي هايست، اهو هنعلم باللون البرتقاني، زي هايست فراو ليلين، هي تسمى ايه؟ ليلين. يبقى بتشتغل ايه فراو ليلين؟ يبقى هي مدرسة اللغة الألمانية بتاعتهم، يبقى الإجابة الصح دويتش ليررين. طيب السؤال الثالث، was spricht ماذا أو في أداة الاستفهام في spricht ميرنا دويتش، يعني ميرنا بتتكلم ألماني ازاي؟ يا ترى جود كويس، ولا زير جود كويس جدا، ولا اين بيسشن قليل من، ولا زي spricht nicht ولا هي ما بتتكلمش أصلا؟ ارجع للقطعة تاني. هي في القطعة بتقول والله أنا رأيي للألماني كويس جدا تمام. احنا بالتحديد في السطر اللي هو الثالث، هي بتقول دويتش فيند ايش زير جود، رأيي للألماني بيكون كويس جدا. ايش ماخا اينن كورس، انا بعمل كورس، في كورس فيه 8 بنات وتسع 8 شباب و9 بنات. وبعدين احنا بنستطيع دلوقتي اللي احنا نتكلم قليلا من اللغة الألمانية، يبقى هي دلوقتي بتتكلم ألماني، يبقى الإجابة الصح عندي اين بيسشن. ليه؟ هي اللي قالت اهوت، هنعلم بالازرق في القطعة عشان تاخد بالك، wir können jetzt ein bisschen Deutsch sprechen اهو، wir können احنا بنستطيع دلوقتي احنا بنتكلم ألماني قليل شوية قليلين يعني، يبقى الإجابة الصح عندي بتتكلم ألماني ازاي؟ ein bisschen. طيب قال لي wie viele Kinder، wie viele أداة استفهام معناها كم العدد، كم عدد الأطفال hat هير محمود اللي بيمتلكها هير محمود. طيب هو مين هير محمود ده؟ هو أبو ميرنا أصلا، يعني لو خدت بالك في الآخر ميرنا محمود، هير محمود. كم عدد الأطفال؟ طبعا هنعد ميرنا، وبعد ميرنا هي قالت فوق اللي ميرنا قالت أنا عندي إشهاب أينن برودر، هعلم بالقلم الأسمر عشان تاخد بال حضرتك. ميرنا اللي بتقول أنا عندي أخ وعندي أينج فيستا، يعني عندي أخت. يبقى هير محمود عنده كم كيندر، عنده كم طفل؟ يبقى كده ميرنا اللي هي البنت ميرنا اللي كاتبه الايميل، وعندنا البرودر اخوها واختها، يبقى عنده 3، يبقى عنده دراي، عنده ايه؟ يبقى الاجابه هنا دراي، عنده 3. تمام يا ولاد؟ طيب نشوف القطعه نمر ب، بتقول هاي ich bin ريتا شنايدر، ich bin ريتا شنايدر، انا اكون ريتا شنايدر. تمام. ich bin برلينرين، برلينرين هنا جاية من المدينة اللي اسمها برلين، يعني هي بتكون من برلين يا ولاد، برلينرين يعني هي من برلين. فوني يتست أنا دلوقتي عايشة في فرانكفورت، ماشي. ich spreche natürlich دويتش، أكيد بكل تأكيد أنا بتكلم ألماني als Muttersprache كلغة ما بالتأكيد هي سواء فرانكفورت وبرلين دول مدن فين؟ في ألمانيا، فأكيد بتتكلم لغة ألمانية كلغة طيب انجليش und ايطاليانيش als Fremdsprachen، خد بالك كلمة Fremdsprachen لغة أجنبية تانية، بتتكلم انجليزي وإيطالي كلغة أجنبية تانية. ich habe eine Freundin أنا عندي صديقة aus Ägypten من مصر، sie heißt هاجر اسمها هاجر، sie spricht هي بتتكلم auch sehr gut Deutsch بتتكلم برضو ألماني كويس جدا. هاجر die Familie ist jetzt in Deutschland، عيلة هاجر بتكون الآن في ألمانيا. ihr Vater arbeitet hier als Ingenieur، قلنا Ingenieur يعني مهندس، بنتكلم دلوقتي على أبو مين؟ هاجر. بتقول ihr Vater والدها، والد هاجر يعني arbeitet هي شغال هنا كمهندس. sie hat auch noch einen Bruder، sie عايدة على هاجر، هاجر عندها أخ einen Bruder heißt كارم، هو اسمه كارم. ist noch 3 Jahre alt، هو عنده كام سنة؟ 3 سنوات. السؤال الأول بيقول لي في هايست ريتا ميت فاميليان نامن، خد بالك ما اسم ايه؟ الاسم العيلة الفاميليان نامن لريتا. تاني في هايست ريتا ميت فاميليان نامن، فاميليان نامن يعني الاسم العيلة. هي اسمها ايه؟ هي قالت فوق ده، طبعا ده أول سؤال في القطعة اهو، ريتا شنايدر، ريتا شنايدر، يبقى الاسم العيلة بتاعها يا ولاد يبقى شنايدر، يبقى نمر ب. السؤال السادس في فيلي، احنا عارفين أداة استفهام في فيلي كم عدد شبراخن اللغات، كم عدد اللغات اللي ريتا بتتكلمها أو بتتحدثها؟ تعال نشوف في القطعة. هي قالت اللي هي
بتتكلم ألماني كلغة وبتتكلم إنجليزي وإيطالي كلغة أجنبية تانية، يبقى أنت عندك كام لغة تاني؟ هي الست بتتكلم ألماني كلغة وإنجليزي وإيطالي كلغة أجنبية تانية، يبقى عدد اللغات كام عندك؟ يبقى هنا دراي. ارجع تاني أعلم لك عليه بالأزرق فوق أو بالأسمر عشان تاخد بالك. قالت أهو دويتش، شوف مكان التعليم، دويتش ألماني، وبعدين إنجليزي وإيطالي كلغة أجنبية تانية، يبقى عندك كام لغة؟ يبقى 3. بيقول لي فيرست هاجر، مين بتكون هاجر؟ مين هاجر؟ يا ترى هاجر ريتاس فرويندن صديقة ريتا، ولا ريتاس شفيستر أخت ريتا، ولا ريتاس كوليجن زميلة ريتا، ولا كارمز تختر، ولا ابنة كارم؟ طبعا هاجر في القطعة هي ريتا بدأت تتكلم عليها اهوت، قالت ايه في السطر الثاني في الاخر اهو بالبرتقاني، هعلم عشان تاخد بالك. اشهابي ايني فرويندن، انا امتلك صديقة من مصر اسمها ايه؟ زي هايست هاجر. يبقى هاجر بتكون صديقة ريتا، صح كده؟ يبقى الاجابة عند حضرتك هي نمر ريتاس فرويندن. 7 فازيست هاجر زفاتر، ابو هاجر، was ist هاجر زفاتر؟ ابو هاجر بيكون ليرر ولا انجينير ولا كارم برودر اخو كارم، ولا ريتاس فرويند ولا صديق ريتا؟ طبعا والد هاجر في السطر قبل الاخير هنعلم اهوت بالاسمر، قالت ايه فاتر والدها والد هاجر اربايتت هي als انجينير، شغال هنا مهندس. يبقى الاجابه الصح عندي نمر ب. كده خلصنا اجابات القطعتين وفهمتهم كويس جدا. تعال نشوف اول سؤال في المواقف. بيقول لي دو بيجروست، طبعا الفعل بيجروسن يعني تحيي، انت بتحيي داينن فرويند صديقك ام مورجن في الصباح، فبالتالي اول اجابه صح جوتن مورجن، ما انت بتحيي واحد الصبح اقول له جوتن مورجن صباح الخير. لكن جوتن تاج غلط، عشان جوتن تاج يعني نهارك سعيد، بتتقال في الوقت بتاع الظهر. جوتن ابند مساء الخير غلط. طبعا نمر 8 تشوس مع السلامة غلط، تمشي التحية التانية ايه هنا؟ هالو. يبقى انا ممكن اقول جوتن مورجن او اقول هالو. يبقى ده السؤال الاول. السؤال رقم 10 عندك بيقول لي دو فراجست، انت تسأل على ناخ دير هيركونفت يعني الموطن والمنشأ، هيركونفت الموطن والمنشأ. تلاقي الامتحانات نفس الافكار بتتكرر. الهيركونفت هنا على طول، يبقى وانا مغمض عيني يبقى عايز السؤال بتاع فوهير، صح كده؟ فوهير بيست دو اللي هو نمرة سي، من اين تكون كده الهيركونفت. الهيركونفت يبقى فوهير بيست دو. تعال نشوف بقية الاجابات ونستبعد الغلط. في الت بيس دو غلط، كم عمرك؟ فونس دو اين تعيش، ما بسألش هنا عن الفون اورت. في است داين ادريسي ما هو عنوانك غلط. امال ايه السؤال التاني اللي هينفع بقى اللي هو فاضل قدام حضرتك بتاع فو بيست دو جيبورن اين ولدت؟ وقلنا وعرفنا ده كتير، قلت لك مكان الميلاد بتاعك اللي اتولدت فيه ده الموطن والمنشأ بتاعك. فو فونست دو جيبورن اين ولدت، ده المكان اللي انت اتولدت فيه هو الموطن والمنشأ بتاعك. وخد بالك هو الجنسية بتاعتك برضه. يبقى السؤال نمرة سي ونمر ايه. 11 اين كوليجي فراكت، في زميل بيسأل بيقول لك فاس اربايتت ماذا يعمل داين فاتر والدك، ماذا يعمل والدك داين فاتر. هنا الإجابة هتكون زي زند ارتست، حضرتك بتكون دكتور غلط، أنا بتكلم على زي حضرتك. ولا ممكن تمشي انجينير مهندس، ولا إيش بين ليرر أنا أكون مدرس، لا أنا بسأل على والدك. ولا ار است بيانيست هو بيكون بتاع بيانو يعني، ولا زي است هاوس فراو، زي هنا بمعنى هي بتكون ربة منزل، انا بسأل على داين فاتر يعني ايه غلط، عشان زي است هاوس فراو بتكلم على شخص مؤنث. طيب يبقى الاجابتين اللي عندي اللي صح هتمشي، ممكن ارد اقول له انجينير مهندس، او هعوض على داين فاتر بإر هو يكون بيانيست، يبقى نمر دي. عرفت ليه نمر ايه غلط؟ عشان بقول زي هي تكون ربة منزل. طيب الموقف رقم 12 بيقول لي يمند يعني شخص فراغت ناخ دير موترشبراخي اللغة الأم، شخص بيسأل عن اللغة الأم. فبيقول لي فاس أنتفورتس تدو، ماذا تجيب؟ أنتفورتس هنا ترد أو تجيب، هترد تقول إيه؟ أنا بسأل عن اللغة الأم، هتقول لي إيش سبريش عربيش إنجليش und دويتش، أنا بتكلم عربي وإنجليزي وألماني. ولا نمر بي عربيش
ولا نمرة سي ein bisschen Deutsch قليلا من اللغة الألمانية، ولا natürlich Finnish بالتأكيد لغة فنلندية فينيش، ولا ich finde die deutsche Sprache gut ولا أنا رأيي للغة الألمانية كويسة. طبعا آخر واحدة غلط، أنا رأيي للغة الألمانية كويسة، أنا ما بسألكش هنا عن رأيك إيه في اللغة. طيب نمر نرجع لنمر هي غلط، عشان الموترشبراخ اللغة الأم هي بالنسبة لك هي لغة واحدة، دي اللغة الأم بتاعتك، المكان اللي انت اتولدت فيه الجنسية بتاعتك هي دي اللغة الأم، فاللغة الأم هي لازم تبقى لغة واحدة بس. ونمرة سي كمان غلط، ما ينفعش تقول لي ايم بيشن قليلا من اللغة، أنا بكلمك على اللغة الأم اللي هتكون فيها بيرفكت، يعني دي اللغة الأم بتاعتك، يعني دي أحسن لغة بتتكلمها، فنمرة سي غلط. يتفضل عندي الإجابتين بقى الصح، اللي أنا ممكن أقول لك أرابش دي اللغة الأم، أو أقول لك بكل تأكيد ناتورلش فينيش، بكل تأكيد بالطبع هي اللغة الفنلندية. ندخل على الجراماتيك. بيقول لي نقط استفراو ريتا، خد بالك في الإجابة عندي إيه؟ أوس، وأنا قلت لك حرف الجر أوس يبقى على طول أداة استفهامك فوهير، أدام عندي أوس من فين يبقى بسأل من أين، يبقى فوهير. 14 مايني نقط زند، خد بالك زند هنا الفعل هنا متصرف في حالة الجمع صح كده؟ إذا مايني ده هي عايز كلمة جمع. تاني، هي مايني أداة ملكية بتيجي مع المفرد المؤنث ومع الجمع، ركز معايا وأنا بقول الكلام ده، مايني كأداة ملكية بتيجي مع الكلمة هي المؤنث أو الجمع. طيب أنا هعرف منين أنا عايز هنا مفرد مؤنث ولا جمع؟ قال لك بص على الفعل اللي هو زند، زند هنا متصرفة في حالة الإيه؟ الجمع، يعني أنا عايز كلمة جمع، فين الجمع عندك بقى؟ فاميلي دي مفرد مؤنث، جفيستر أخت مفرد مؤنث، تختر ابنه مفرد مؤنث، كندر بقى هي الكلمة الجمع عند حضرتك، عايز أقول أطفالي بيكونوا لسه في المدرسة، يبقى كندر. عرفت منين أو ليه عوزت كلمة كندر هي اللي صح؟ عشان الفعل زند، وبالتالي أصلا أنت عندك نمر وب وتس هي كلمات مفرد مؤنث، يعني أكيد ولا واحدة فيهم. 15 فونت، خد بالك من الفعل فونت اخره تي، يبقى التصريف الطبيعي بتاعه مع الضمير اير انتم ولا زي حضرتك ولا فير نحن ولا دو. لو قعدنا نشرح الدو هنقول نهايتها اس تي في تصريف الافعال، الفير نحن بتاخد اي ان، الزي حضرتك بتاخد اي ام، يبقى الاير انتم تاخد تي في تصريف الافعال، يبقى دي اجابة الصح تماما فونت، يبقى اير انتم. 16 هاس دو جيشفيستر، عندك إخوة وأخوات، قال لي في الإجابة إيه؟ أينن برودر يعني أخ، يبقى في الحالة دي هجاوب بيا ولا ناين؟ طبعا هقول يا، أيوة عندي أخ. 17 نقط إلترن، إلترن يعني الوالدين، كلمة جمع، والله الأفكار بتتكرر، إلترن كلمة جمع، تديلها إيه؟ ماين ولا مايني؟ لا مايني، عشان لسه قايلين مايني بتاعت المؤنث والجمع. فراو فاطمة، خد بال حضرتك ما عنديش كومة، ما عنديش كومة، في حالة الكومة بس اللي هقول زي حضرتك، يعني أنا هنا فراو فاطمة هعوض عنها بزي هي، تصريف بقى الفعل شبريشن لازم تبقى عارف اللي الايه كنا بنحولها الاي مع الدو والار والاس والزي، يعني التصريف الصح فين؟ شبريشت نمر اتسي. بعد كده قال لي كايرو نقط دي هاوبتشتات يعني عاصمة مصر، هاوبتشتات يعني عاصمة، يبقى أنا عايز أقول القاهرة تكون عاصمة مصر، فين تكون؟ يبقى الفعل هنا إيست، خد بالك القاهرة تكون عاصمة مصر. أنت عارف لو الجملة كان بيقول لي كايرو نقط إن إيجيبتن في مصر، كنت هختار الفعل ليك، كنت أقول القاهرة تقع في مصر، لكن الجملة هنا عايز أقول القاهرة تكون عاصمة مصر، يبقى عشان كده قلت إيست تكون. بكده خلصنا جزء الجراماتيك. تعال نشوف الإيميل بتاعي. مبدئيا كده وزي ما احنا عارفين اخر اسم عندي في الايميل اللي هي اماني هبتدي بيها الايميل بتاعي، يعني انا هنا هقول على طول عشان ما انساش هالو اماني، واخد بالي من حروف الجروس والكلاين، وبعد اماني احط كوما. هي قالت لي ich bin jetzt in Berlin، انا اكون دلوقتي في برلين. mein Vater arbeitet hier، بابايا شغال هنا، هي يعني هنا. فبعدين قالت لي فيجيتس دي، ادي اول سؤال هتجاوب عليه، كيف حالك. تاني سؤال في فيلي كم عدد جيشفيستر هاست دو، ادي السؤال التاني. السؤال التالت
wo wohnt ihr jetzt يعني أين تعيش أنتم. أدي كده 3 أسئلة هتجاوب عليهم في 3 جمل. أول سؤال في جيتس دي كيف حالك، عارفين الرد، ممكن أكتب أقول والله دانكي دانكي جوت، ده أسهل رد. يعني ممكن أقول له بقى إز جيت مير جوت لو عايز أكتب الجملة كلها دانكي جوت. طب في viele Geschwister hast du، أنا معودك تعمل عملية مقص ما بين الضمير والفعل. في viele Geschwister كم عدد الإخوة، hast du. إذا hast du هنا هقول إيه؟ هقول ich habe، الدو هتبقى إيش صح؟ ich habe، وكم عدد أحط مثلا أقول له والله drei Geschwister. خدت بال حضرتك؟ Geschwister ich habe 3 Geschwister. طيب بعد كده wo wohnt ihr، احنا هنعمل برضو عملية مقص. الإير أنتم في السؤال في الإجابة هتبقى إيه؟ هي إير في السؤال، في الإجابة قلت لك هتبقى، احنا هنكتب تحت شوية كده، هتبقى فير. فير والتصريف هيبقى فونن. wir wohnen jetzt، وأحط أي مكان وليكن إن مثلا أليكس، وفي الآخر طبعا هكتب إيه؟ رندا. رندا، يبقى رندا ردت على أماني، يبقى قلت هالو أماني بآخر اسم الولاد عندي في الإيميل، ده اللي ببتدي بالإيميل بتاعي وماخد بالي من الحروف الجروس والكلاين. سألتني قالت لي في جيتس دي كيف حالك، قلت لها دانك جود. السؤال التاني في فيلي جيشفيستر هاست دو، من غير ما احفظ اعمل عملية مقص في الامتحان. لو عندي دو في السؤال هتبقى ايش، تصريف ايش هابي، واحط عدد اي عدد اتسفاي فيا فون جيشفيستر. فوفونت إيا برضه هنعمل عملية مقص، وأنا بعمل في تحويل بيحصل. الضمير إيا أنتم هيبقى في الإجابة نحن فيا فونن يتست وأحط المكان، وما انساش طبعا أكتب الاسم. المقالي بيقول لي اتكلم على مايني فاميلي عيلتي من حيث الجشفيستر الإخوة، الألتر العمر، وأربايتن والعمل. طيب انا هنا هتكلم، ممكن اتكلم هنا باستفاضة. يعني انا ممكن اقول له في بداية الكلام والله هنا ich habe مثلا، ich habe انا امتلك drei Geschwister، عندي 3 اخوة واخوات drei Geschwister. ممكن هنا بعدها اوضح له الجشفيستر، اقول مثلا zwei مثلا برودر، وبرودر هنا في الجمع عليها املاوت برودر، und und ايه und eine Geschwister، وعندي اخت. خدت بالك؟ طيب ممكن اقول مثلا عمرهم بيكونوا مثلا sie sind مثلا 5، والعمر التاني اقول 7، والبنت مثلا اقول 10 ياري الت. دي في حالة لو انا كتبت مجمع، يعني انا كده اتكلمت عليهم، هم بيكونوا 5 و7 و10، اللي هم الاخين مثلا 5 و7 والبنت 10. تمام. طيب من حيث الاربايتد انا ممكن اتكلم لو انا هنا، يعني انا لو انا هنا في الحالة ده اهي كاتب مثلا هتكلم على الاخوات في العمر ده اللي هو 5 و7 و10، اكيد هم بيكونوا ايه، هم بيشتغلوا ايه. هقول والله هم مثلا زي زند نخ، هم لسه مثلا شولر، لسه طلاب شولر. ليه؟ عشان انا كتبت العمر 5 و7 و10، انا قيدت هنا هم اكيد ال5 وال7 و10 هم لسه بيكونوا تلاميذ في المدرسة. لو انا كاتب عمر اكبر يا ولاد، يعني لو انا قايل زيزند عمرهم مثلا فوق 20 وشوية، وكل واحد له وظيفة ممكن اكتبها، ممكن اقول هم شغالين كذا. تمام، فاهمين انا بقول ايه؟ تاني انا بقول ich habe drei Geschwister، انا قلت عدد الاخوة، انا بقى عندي 3 اخوة، وبعدين قلت zwei برودر اخين واخت اللي هم ال3 دول. طب الالتر والعمر قلت زيزند عمرهم كذا وكذا وكذا. الاربايتت هنا عشان انا كتبت العمر هنا 5 و7 و10، يبقى طبيعي اللي هم زيزند نوخ شولر، هم بيكونوا تلاميذ لسه. بقول لحضرتك لو انت كتبت عمر غير كده، كتبت فوق ال20 سنة، فبالتالي هيكونوا شغالين، فهقول والله اخويا شغال مدرس، اختي شغالة مثلا مدرسة، وهكذا. يعني خلينا برضو اوضح لك ده. يعني انا لو هتكلم على ارقام تانية غير دول فهيبقى في وظائف، فالوظائف ساعتها هكتبها بتاعة الاخ او الاخت. تمام يا ولاد؟ يعني انا لو كتبت مثلا ان انا عمر اخويا 24 سنة، فانا هاجي مثلا اقول والله arbeitet
هو يعمل، اخويا ده هو بيعمل arbeitet مثلا als Deutsch Lehrer مثلا، Deutsch Lehrer، هو شغال مدرس ألماني. لو انا قلت اختي مثلا عندها 26 سنة يبقى هي شغالة مثلا انجليش ليرر، مدرسة انجليزي، وهكذا. هي دي الفكرة يعني. تمام. ادي كده بالنسبة لموضوع المقالي. نخش نشوف الامتحان السادس، إدارة أكتوبر التعليمية. القطعة الأولى بيقول ماي نامي است إبراهيم، يعني اسم بيكون إبراهيم. تمام. أوس أسوان، من أسوان. Ich bin 18 Jahre alt، أنا عمري 18 سنة. Ich habe viele Freunde، viele Freunde أصحاب كتير، أصدقاء كتير. mein Freund صديقي ماركو kommt aus فنلند، جاي منين؟ من فنلند. spricht sehr gut Englisch und Deutsch، هو بيتكلم إنجليزي كويس وألماني. lebt، هو عايش schon 6 Jahre in Deutschland، هو عايش بقاله 6 سنين فين؟ في ألمانيا. ist verheiratet، هو متزوج. ماركوس فراو، زوجة ماركوس. ist Deutsch بتكون ألمانية، زوجة ماركو بتكون ألمانية. sie haben 2 Kinder، عندهم طفلين. mein Freund سامي، صديقي سامي. ist aus أليكس بيكون من الإسكندرية. ist ledisch، هو أعزب. ist jetzt in Spanien، هو دلوقتي فين؟ في أسبانيا. فيجي يقول لي der Text spricht über، يعني النص كده بيتكلم عن، النص يتحدث عن Freund von إبراهيم، أصدقاء إبراهيم، ولا فاميلي فون إبراهيم، عائلة إبراهيم، ولا ألتر فون إبراهيم، ولا عمر إبراهيم، ولا فاميلينشتاند، الحالة الاجتماعية لإبراهيم. طبعا النص اللي قرأناه مع بعض ده هو الراجل حكى على نفسه، بعد كده دخل على أصحابه، واحد اسمه ماركو والتاني اسمه سامي. يبقى الإجابة الصح هنا نمر فرويند فون إبراهيم. طيب السؤال التاني بيقول لي ماركو إيست نقط، يا ترى ماركو بيكون دويتشي ألماني، ليديش أعزب، فرهايراتد متزوج، ولا أوس أسوان، ولا من أسوان؟ طبعا خد بالك هو ماركو ما بيكونش ألماني عشان نبقى متفقين، ده هو جاي بص فوق قمت أوس فنلند، جاي من فنلندا، يعني هو المفروض الجنسية بتاعته فنلندا. ليديش هو أعزب، لا عشان هو الراجل قال لي والله ده است فرهايراتد، ده هو متزوج. ولا هو أوس أسوان، ده اللي جاي من أسوان إبراهيم. يبقى الإجابة الصح طبعا فرهايراتد، حتى هو في فوق قال له ist verheiratet، هو متزوج. السؤال الثالث woher، من أين قمت ماركوس فراو، خد بالك زوجة ماركو جاية منين؟ ارجع للقطعة. أول ما اتكلم في السطر قبل الأخير قال لي ماركوس فراو ist deutsche، إيه بتكون ألمانية، جنسيتها ألمانية، يبقى هي جاية منين الست ديت؟ يبقى aus Deutschland. طيب wer من studiert in Spanien، wer يعني من، بسأل على شخص عاقل، مين اللي بيدرس في أسبانيا؟ في السطر الأخير قال لي ماين فرويند سامي، صديقي سامي. است أوس أليكس بيكون من الإسكندرية. است ليديش هو أعزب، وبعدين است يتست إن شبانين، هو اللي في أسبانيا. يبقى مين اللي بيدرس في أسبانيا يا أولاد؟ يبقى صاحبه سامي، يبقى الإجابة نمر دي. نخش على القطعة نمر ب، بيقول لي ein interview by Egyptian TV، يعني في مقابلة في التلفزيون المصري. طيب ما بين أحمد وإتسلينسكي. أحمد قال جوتن مورجن هير نقط في هايسن زي، ما اسم حضرتك؟ إتسلينسكي قالت ماي نامي است بيتر، ده إتسلينسكي ده الفاميليا النامي. ماي نامي است بيتر إتسلينسكي، اسمي بيتر إتسلينسكي. أحمد سأل قال فوهير كومن زي، هير هيلتسينسكي، من أين تأتي يا هير إتسلينسكي؟ طبعا فوهير كومن زي، من أين تأتي حضرتك؟ رد قال له أوس أسترايش، من النمسا. أبا إجفوني يتست إن باريس، لكن دلوقتي عايش في باريس في فرنسا طبعا. أحمد سأله قال له فاس مشتن زي، ماذا تريد حضرتك؟ إن جروس كايرو زين، ماذا عفوا يا أولاد، ماذا تريد أن تشاهد حضرتك في القاهرة الكبرى؟ زين يعني يرى، زين يعني يرى. was möchten Sie، ماذا تريد، möchten يريد. فإتسلينسكي قال له das Ägyptische Museum، المتحف المصري، und خان الخليل ماركت،
ماركت خالد الخليل. أحمد قال له herzlich willkommen in Cairo Herr Zelinski، يعني أهلا وسهلا في القاهرة، مرحبا بك في القاهرة. طيب der Text النص بيكون eine Visitenkarte، يعني كده Visitenkarte ده كارت دعوة، ولا eine إيميل، ولا ده إيميل، ولا ein Dialog، ولا ein Formular، ولا دي استمارة. طبعا زي ما انت شايف قدام حضرتك هو ده ديالوج اهو، احمد وتسلينسكي اهو، وسؤال واجابه، سؤال واجابه ورد وهكذا، يبقى ده ديالوج يعني محادثه. يبقى الاجابه الصح عندي اين ديالوج. woher من اين، woher من اين، ها ist Herr تسلينسكي يعني من اين يكون، هو منين. لو بصيت في السؤال اللي سالوه له قال له woher kommen Sie، رد قال له aus Österreich، منين، من أوستررايش، من النمسا، يبقى الإجابة عندي نمر Das Ägyptische Museum، المتحف المصري Ägyptische Museum liegt in، بيقع في كايرو ولا أوستررايش ولا فرانكرايش ولا جيزة. طبعا المتحف المصري في القاهرة، يبقى كايرو. هنمسح كده عشان خاطر كايرو بان اهو كايرو. طيب أحمد إيست نقط تورست سائح، بوليتيكر يعني سياسي، ولا دويتشر، ولا ريبورتر. طيب هو مين اللي بيعمل اللقاء ده، مين اللي بيعمل الانترفيو ده؟ أحمد، صح كده؟ يبقى أحمد كده ريبورتر يعني صحفي، صحفي، يبقى أحمد بيكون الصحفي. طيب نخش على إيه المواقف. السؤال الأول بيقول لي دو فراجست، أنت تسأل، دو فراجست نخدم ألتر، تسأل على عمر بيتر. فزاكت إر يعني هو هيقول إيه، أنت بتسأل عن عمر بيتر، فهو هيقول إيه، هيقول إست 15 يار ألت، هو عمره 15 غلط. 15 خلينا نكمل. إيش بن زيشتسين أنا أكون 16. إيش بن شولر أنا أكون تلميذ غلط. إيش بن إيجيبتر أنا أكون مصري غلط. هو هنا يعني بص في الموقف بيقول لي إيه فزاكت إر، هو بيتر هيقول إيه لما أنت تسأل عن العمر، يبقى هو ممكن يقول لي 15 15 أو إيش بن زيشتسين أنا عمري 16. الموقف اللي بعده العاشر بيقول لي داين فرويندن صديقتك زاكت بتقول دازيست ماين اوما انها تكون جدتي. صديقتك بتقول ايه؟ دازيست ماين اوما جدتي. في الحالة دي حضرتك هترد تقول فيلن دانك شكرا جزيلا، غلط. نمر دي بيقول لي او فيدرزين هتقول لها الى اللقاء، غلط. هتقول لها نمر تسي جوت ناخت تصبحها على خير، غلط. امال لما حد يعرف لي شخص يا ولاد احنا اتفقنا كنا بنقول ايه؟ لا اما اقول له بقى فرويت ميش يعني يسعدني، او ارحب بيها هيرتسليش فيلكومن اهلا وسهلا. لما حد يكون بيعرف لحد فانا طبيعي هرد بعدها اقول فرويت ميش او هيرتسليش فيلكومن. طيب 11 بيقول لي ايش بين ايجيبتر انا اكون مصري، هنا جنسيه، يبقى يمن ديفراكت شخص هيسال هيقول لك ايه؟ هيقول لك فازيست داين هايمتلاند ما هي بلد الموطن بتاعتك، ولا فاسش بريشس تدو ماذا تتحدث، طبعا هنستبعدها هنا مفيش هنا لغات، ولا فيرس داس من يكون هذا، غلط طبعا. ولا بص في نمر ايه فاس است ايجيبتن ماذا تكون مصر، خد بالك ماذا تكون مصر، غلط طبعا. يبقى الاجابتين الصح عندك ايش بين ايجيبتر، احنا بنعيد تاني بيقول الجنسيه هي الموطن، الجنسيه هي الموطن والمنشأ بتاعك. يبقى السؤال عندي نمر هايمتلاند بلد الموطن، او فوهير كومز دو من اين تاتي، قلت له ايش بين ايجيبت. السؤال بتاع الجنسيه ده بيتكرر كتير، الجنسيه هي الموطن والمنشأ. 12 قال لي ناين اهو بادئ بناين، يبقى انا عايز السؤال بادئ بفعل، ماشي. ايش بين نخليدش انا اعزب، يبقى داين فرويند فراكت ديش، صاحبك كده صديقك هيسالك هيقول لك بيز دو ليدش، هيقول لك هل انت اعزب، هتقول له لا انا اعزب، يعني شوف نمر بيز دو ليدش هل انت اعزب، فهتقول له لا انا اعزب، يبقى غلط. بيب بادئ باداه الاستفهام، يبقى احنا مش عايزين اداه استفهام في، احنا عايزين سؤال بادئ بفعل، ليه؟ عشان عندي الاجابه فيها 9. طيب هقول لك في نمر تسي هاز دو جيشفيستر هل عندك اخوه واخوات، هتقول لي لا انا اعزب، يبقى تسي غلط. نمر دي بيقول لي بيز دو فرهيراتت متزوج، هل انت متزوج؟ هقول له لا انا اعزب، يبقى دي اجابه صح اولى.
طب التاني بيقول لي hast du Kinder، هل عندك اطفال؟ هنا هقول له لا انا اعزب، صح كده؟ يبقى hast du Kinder. لكن اتسي غلط، مش هقول لك هل عندك اخوه واخوات هتقول لي لا انا اعزب، لا هقول لك hast du Kinder، هل عندك اطفال. الجراماتيك woher نقط إيه، خد بالك هنا من الضمير إيه أنتم، النهاية بتاعها في تصريف الأفعال بتبقى تي، صح كده؟ يبقى فين كومن ولا كومست ولا كومت ولا كومي؟ لا يبقى كومت. ليه؟ عشان الضمير إيه أنتم نهايتها تي في تصريف الأفعال. السؤال 14 نقط إست إير نامي، السؤال كان اسمه إيه في النامي؟ لا إما في هايسن زي لا إما في إست إير نامي، يبقى أداة الاستفهام في ما هو اسم حضرتك. اللي بعدها 15 هير صلاح، ما عنديش كومة كالآتي، يبقى أنا هصرف هنا مع الضمير إر، خد بالك هتصرف هنا مع إيه؟ مع إر هو، يبقى التصريف بتاع الإر إيه؟ إيست يا أولاد، صح كده؟ عشان ده فعل زين، فعل شاذ. فراو هوبر وبعدها كومة، بص أهو بعدها إيه؟ بعدها كومة. يبقى أنا في الحالة ديت فراو هوبر في آلت زند، أدام عندي كومة صح، يبقى في آلت زند إيه؟ تصريف الزند هنا مع زي حضرتك، في آلت زند زي حضرتك، زي احترام. 17 مها، برضو مها هعوض عنها بزي هي، صح كده؟ طيب الفعل سبريشن قلنا تاني للإيه كنا بنحولها لإي مع إيه هير، مع الدو والإر والإس والزي، يعني التصريف الصح هنا إيه هير؟ يبقى شبريشت ده هي يا ولاد، عشان هنا الفعل شبريشن كان فيه تغيير بيحصل أثناء التصريف بتاعه. 18 بيقول لي دازيست ماين فرويند تيمو، إنه صديقي تيمو، وبعدين فنلند، هنا على طول بقول من، أنا لما بعرف شخص بقول والله ده صاحبي من الحتة الفلانية، يبقى أوس فنلند، من فنلند، أوس حرف الجر من. ماين أونكل، طبعا ماين أونكل هنا عمي أو خالي، عوض عنه بإر هو. التصريف هنا بتاع الفعل هابن ده فعل شاذ أكون حافظه برضو، إيش هابي دو هاست وإر وإس وزي هات، يبقى الإر هنا تصريفه إيه؟ تصريفه هات، يبقى الاختيار عندي نمر اتسي، يبقى التصريف بتاع الفعل هابن هو مع ماين أونكل إر يبقى هات. تعالوا نشوف الإيميل بتاعي، بيقول لي هاي زابينا، تمام؟ في جيتس دي، كيف حالك؟ يبقى ده أول سؤال حضرتك هتجاوب عليه، في جيتس دي. طيب فايس دو، انت تعرفي ايش بن نوي هي، انا جديدة هنا. في هايست دير دويتش ليرر، ادي السؤال الثاني، ما اسم مدرس اللغة الألمانية؟ في هايست ما يسمى او ما اسم دير دويتش ليرر. السؤال الثالث und woher kommt er، هو جاي منين؟ ادي السؤال الثالث اللي حضرتك هتجاوب عليه. وفي الاخر بترا، احنا خلاص عرفنا اللي اخر اسم ده اللي هبتدي بيه الايميل بتاعي، يعني انا هقول هنا هاي بترا، هاي بترا، طبعا اول حرف لازم يبقى جروز وبعدين كوما. ارجع بقى اشوف الاسئله بتاعتي واجاوب عليها. كان اول سؤال في جيتس ديا، في جيتس ديا، طيب هرد اقول ايه؟ اسهل الردود في السؤال ده ممكن اقول والله دانكي جوت، ممكن اقول هنا دانكي جوت، ده اسهل حاجه. ممكن برضه اقول دانكي از جيت مير جوت، خلاص دانكي جوت. طيب وبعدين بتقول لي بقى في هايست دير دويتش لير، اعمل عمليه مقص، يعني انا هرد اقول ايه؟ طبعا هبتدي جمله جديده بس عشان ما فيش مكان فهنكتب هنا، يعني انا هكتب كده دير دويتش ليرر، يعني مدرس الالماني، دويتش ليرر، خدت بال حضرتك؟ بعدين الفعل هايست يسمى، واكتب مثلا هير عليمي، تمام؟ يبقى مدرس الالماني يسمى هير عليمي. طيب السؤال الثالث فوهير كومت اير، اعمل برضه عمليه مقص. اظن الموضوع سهل اهو من غير ما احفظ، يعني انا هقول اير هو، اير كومت ادي الفعل، حرف الجر هنا طبعا هقول ايه؟ اوس من، هو بيكون من مثلا كايرو، من القاهره، وفي الاخر هكتب زابيني، وفي الاخر اكتب ايه؟ زابيني. طبعا ممكن اشيل كايرو واحط برلين اللي يعجبك، اقول برلين مثلا، اي مكان. المهم اعرف اجاوب على الاسئله بجمل صح، ترتيب الجمل عندي كجمله بتتكون من الفاعل والفعل رقم 2، يبقى جبت على الثلاث اسئله اهو بكل بساطه، جبت الاجابات بتاعتي من الاسئله، عمليه المقص،
إذا لم يكن في تحويل، يعني لو عندي دو كنت هحولها لإيش، لو عندي إيه هحولها لفير، ما عنديش يبقى der deutsche Lehrer heißt. السؤال التاني woher kommt er، يبقى er kommt على طول كذا. وفي الآخر طبعا اسم اللي بيرسل الإيميل اللي هي هتكون مين؟ زابينا. طبعا غلطنا هنا في حرف هنا بدل الإيه هتبقى طبعا زابينا. طيب اللي بعده نمر بيب، ده المقالي بيقول لي دوش تيلست دوش تيلست داين فرويندن ليزا فور، يعني انت هتعرف صديقتك ليزا من حيث الهيركونفت، هيركونفت الموطن والمنشأ بتاعها، فوفونت زي اين هي تعيش، وكلمة انجلش. خد بالك يبقى المقالي هنا بيتكلم اللي انت هتعرف او هتقدم صديقتك ليزا من حيث الموطن والمنشأ بتاعها وعايشة فين وكلمة انجلش اللي هي اللغة الانجليزية. يبقى انا هنا ممكن في بداية المقال اقول في البداية والله داس ايست مثلا مايني فرويندين، انها صديقتي فرويندين ليزا. يبقى انا كده في بداية الكلام قلت والله داس ايست مايني فرويندين ليزا، انها تكون صديقتي ليزا. طب وبعدين مش هكرر ليزا بقى كتير، هعوض عنها بايه؟ بالضمير زي، صح كده؟ هي انا هتكلم على الهيركونفت الموطن، يبقى انا هقول ايه؟ هي جايه من، يبقى زي قمت، ركز معايا، يبقى زي قمت وبعدين حرف الجر اوس، زي قمت اوس مثلا برلين، اي مكان هتكتبه. يبقى انا كده اتكلمت على الهيركونفت الموطن والمنشأ. عرفت؟ عشان في عيال بتقول لك ايه حط الهيركونفت التاني، لا هو بيديك كلمه هجيب انا جمله بتعبر عن الكلمه. يعني هو بيقول لي اتكلم على الهيركونفت الموطن والمنشأ، هقول الموطن والمنشأ ازاي؟ زي قمت اوز واحط المكان هي جايه من كذا. طيب فوفونت زي، حد هيقول لي حط السؤال تاني. يا ابني مش هتحط السؤال بقى، انت هتجاوب هنا عن السؤال. فوفونت زي هي اين تعيش، هنعمل عمليه مقص، يبقى انا هقول زي فونت هي تسكن او هي تعيش، حرف الجر اللي بيجي معاه ايه؟ ان، هي تسكن في واحط مثلا اي مكان، هقول مثلا هنا ان لندن يبقى هي تسكن او تعيش في لندن. طب كلمة انجلش، ايه الجملة اللي هدخل فيها كلمة انجلش؟ اكيد هي تتحدث، يبقى انا هقول برضو زي شبريشت، ممكن اقول زير، خد بالك من شبريشت وتصريفه هيحاسبني. شبريشت هنا التحويل الايه هتبقى ايه، مثلا زير جود واحط كلمة انجلش، هي بتتكلم انجليزي كويس جدا انجلش كده. يبقى انا كتبت كده المقال بتاعي. اهم حاجة بالنسبة لي الجمل تبقى صح، اهم حاجة الجمل تبقى صح يا اولاد. يعني الجمل بتاعتي تكون مترتبة فاعل وفعل، يعني الضمير والفعل رقم 2 اهو، زي قمت ادي الفعل رقم 2، زي فونت ادي الفعل رقم 2، زي شبريشت ادي الفعل رقم 2. كده الجملة بتاعتك هتبقى صح. يعني الاربع 5 جمل اللي هنكتبهم يبقى انت متأكد ان انا بادئ بالضمير والفعل رقم 2، ويكون طبعا التصريف بتاع الفعل صح. كده الاختبار اللي عليه الدور خلص اهوت، اللي هو كان الاختبار بتاع إدارة أكتوبر التعليمية خلصناه. والاختبار طبعا اللي قبله ان شاء الله المحاضرة الجاية هنخش على امتحانين جداد. الفكرة هنا في الامتحانات يا اولاد زي ما انت شايف هتلاقي الاسئلة بتتكرر، الافكار بتتكرر، المواقف والجراماتيك والايميل برضو والمقالي هتلاقي المواضيع محدودة يعني. فأتمنى تكونوا فهمتوا حاجة، والمحاضرة إن شاء الله الجاية نخش على الامتحانين الجايين. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.